العيش بشتغل بيه، لو هو يعني ممكن يكون كده او كده، انا شخصيا بتجنب القصه دي. بس عجبني الجهاز، وانا بصراحه جربته امبارح عشان اتكلم معاكم بصراحه، عشان بس ما اجيش اكتشف قدامكم، فانا حبيت اجرب الجهاز. ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده هوريكم اخر ايفنت كان معمول في شاومي. وده كان معمول ليه؟ لان كانوا بيعلنوا عن القلايه الذكيه بتاعتهم موجوده في السوق المصري. وليه مسميينها سمارت؟ ليه ذكيه؟ يعني علشان هي فيها حاجات مختلفه عن اي قلايه تانية موجوده في السوق، وده هنعرفه دلوقتي مع بعض من خلال العرض الايفنت. اول حاجه القلايه درجه الحراره فيها بتوصل ل 360 درجه. 360 درجه دي متوزعه فوق وتحت في درجه الحراره، علشان تخلي الاكل من غير ما انا اضطر ان انا افتح وان انا اشوف الاكل او اقلبه او كده. لا، هي هتاخد تسويه مره واحده ومش محتاجه ان انا اقلب فيها الاكل. وطبعا هنا تقليل الزيت، انت هتاخدي مش هتستخدمي زيت كتير، فتاخدي اكل صحي 80% مش مستخدمه الزيت فيها. والميزة كمان اللي فيها ان انت تقدري تعملي كمان زبادي. والحاجة الاجمل ان احنا نحتفظ بالاكل فيها لمدة نص ساعة يفضل سخن. يعني انا خلصت الاكل هسيبه جواها لمدة نص ساعة يفضل سخن. هنيجي نتكلم على درجات الحرارة بتاعتها. درجات الحرارة زي ما انتم شايفين كده من 40 ل 80. ودي الحاجات اللي احنا نقدر نجفف بقى فيها فواكه، نعمل فيها اكلات. الزبادي على درجة الحرارة ال 40، من بداية من ال 40. عندي الدرجة من 80 ل 180، وعندي الدرجة من 180 ل 220. ودي كده اعلى ودي اعلى درجة فيها ال 220. طبعا هقدر اسوي فيها الفرخة المشوية بدرجة حرارة موجودة عندي. الدرجة العالية هتخليني ان انا اسوي الاكل في وقت اقل. يعني تشوي الفرخة في خلال تلت ساعة مثلا، فهتبقى وقتها اقل. لو هتكلم عن الشاشة اللي قدامي ديت، الشاشة اللي قدامي ديت بالضغط كده هقدر ان انا اقلب ما بين البرامج اللي انا عايزاها، سواء ان انا هحط فراخ، هحط سمك، هحط الاكل اللي انا هعمله بختار من الشاشة اللي قدامي، الشاشة الذكية بتاعة شاومي. الحاجة التانية ان انا عندي ان انا اقدر اوصلها بقى، ودي ميزة مش موجودة في اي قلاية، ان هي تقدر تتوصل عن طريق الموبايل، عن طريق برنامج مي شاومي. بقدر اوصلها بيه، وبتبقى فيها 100 وصفه. البرنامج بيديني 100 وصفه على البرنامج اللي انا اختار منهم الوصفات اللي انا عايزاها، وتقدري ان انت تنفذي على القلايه. وكمان مش بس كده، ده هي كمان فيها ميزه كمان جميله قوي، ان انت تقدري تظبطي فيها الوقت. لو انا عايزه مثلا الغدايه الساعه 4، انا هظبط الاكل وهقول لها، هديها اوردر مثلا هي تعملي الاكل يكون جاهز الساعه 4، هتكون مسوياه. يعني هتبتدي تسوي الاكل وتخلي لي الاكله او الوجبه بتاعتي الساعه 4، هي هتشغلها عن طريق طبعا البرنامج. وكمان تقدر ان انت، عشان هي ذكيه بقى، ما هي ليه ذكيه؟ هي هتنفذ الاوامر او هتنفذها عن طريق الصوت. يعني عن طريق المساعد الصوتي بتاع جوجل هتقدري تكلمي الاير فراير بتاعتك وتقولي لها قومي اطبخي. فهي دي هتكون سمعا وطاعا كده زي ما بنقول. لو جينا اتكلمنا بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، الحجم بتاعها هل هتشيل فرخة ولا لأ؟ المفروض ان هي هتشيل فرخة وي كمان. وده الحجم اللي احنا شايفينه بتاع القلاية ال6.5 لتر. فهتشيل فرخة سواء الحجم بتاع الكبير، فرخة وي، وحسب الحجم الفرخة نفسها الدرج بتاعها واسع. الحاجة التانية لو هنتكلم عن التنظيف بتاعها هيكون سهل جدا. زي ما انت شايفة الدرج كله متشال تحت المية، والشبكة بتاعتها لان هي مزودة بمادة الBTFI. ودي مادة بتكون سهلة وما فيهاش ان هي تلزق الاكل فيها، فهتكون سهلة في طريقة التنظيف. لو جيت اكلمك كمان، هو هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول ان هي فيها ميزه امان. لو الدرج بتاعها مفتوح مش هتشتغل، هتفصل. لو جه طفل فتح لي الدرج او عمل لي اي حاجه هتوقف الاكل تماما. الحاجه التانية ان السخان بتاعها مغطى بجريل كده من فوق، بحيث ان طرطشه الاكل ما توصلش للسخان، فالسخان يحصل له ان هو يقف او كده او يبوظ. الصورة الثالثة اللي احنا شايفينها اللي هو بيتكلم عنها، بيقول ان هي فيها زي تهوية، وفي مسافة ما بينها وما بين أي حاجة أنت حطاها، الحيطة أو كده، عشان الجهاز نفسه ما يسخنش. والحاجة الأخيرة إن هي فيها جريل زيادة تقدري تعملي فيه أكتر من أكلتين في نفس الوقت.
عشان كده هي قلاية مسمينها القلاية الذكية بتاعت شاومي اللي موجودة في السوق المصري دلوقتي، وكمان هيقول لنا الأسعار بتاعتها اللي نازلة بيها. هم 3 موديلات زي ما أنا قلت لكم، وهنتكلم بأسعارهم. نازلين أول موديل معايا نتكلم على 6.5 لتر نازلة ب7499، وال4 لتر نازلة ب6099، وال3.5 لتر نازلة ب4999. وزي ما انتم شايفين كده الأربعة لتر هي اللي مختلفة فيهم، مزودة فيها بشاشة ان انت تقدري تشوفي الأكل بيها من غير ما تفتحي الدرج أو كده. هي الوحيدة اللي 4 لتر فيها الشاشة تقدري تشوفي بيها الأكل من جوه. وكده أنا نقلت لكم الإيفنت الأخير لشاومي، والإعلان كان عن ال3 موديلات اللي موجودين دلوقتي في السوق. شكرا، واشوفكم فيديوهات تانية على خير.